منتهى سوء الحظ، شوبير يكشف تفاصيل إصابة حسين الشحات ومدة غيابه عن الملاعب. تلقى نجم النادي الأهلي حسين الشحات خبرا سيئا فيما يتعلق بتفاصيل إصابته ومدة غيابه عن الملاعب خلال الفترة المقبلة، والتي ستشهد منافسات هامة. وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن مدة غياب وتفاصيل إصابة الشحات والذي تعرض لها خلال لقاء سان داونز في دوري أبطال أفريقيا. وقال شوبير عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس في تصريحات تلفزيونية: منتهى سوء الحظ لنجم النادي الأهلي ومنتخب مصر حسين الشحات، حيث أن الجهاز الطبي للنادي الأهلي أبلغ نظيره في المنتخب الوطني تفاصيل إصابته، حيث يعاني الشحات من شد في عضلة السمانة ويحتاج لفترة على الأقل تصل إلى 3 أسابيع وقد تزيد ل4 أسابيع. وقال أحمد شوبير: مستحيل أن يلحق حسين الشحات بمعسكر منتخب مصر في المباراتين المقبلتين يوم 24 و 28 مارس الجاري في التصفيات المؤهلة أفريقيا. وقال الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب طلب من زميله أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي إرسال تقرير عن حالة الشحات، حيث أن اللاعب كان مرشحا بقوة للانضمام للمنتخب، وهو منتهى سوء الحظ. ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره فريق ملاوي يوم 24 مارس الجاري بالجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا على استاد القاهرة الدولي، فيما سيلاقي الفراعنة منتخب ملاوي في الإياب بالجولة الرابعة يوم 28 مارس خارج أرضه. يحتل الفراعنة المركز الأخير بالمجموعة برصيد 3 نقاط تساويا مع الفريق الثلاث الأخرى وهم أثيوبيا وغينيا وملاوي، حيث فاز كل فريق بمباراة وخسر الأخرى. وحقق المنتخب المصري الفوز على غينيا بالجولة الأولى في القاهرة بهدف نظيف، فيما خسر في أثيوبيا بهدفين نظيفين. في نهاية الفيديو لو أقدم لكم معلومة جديدة ما تبخلوش عنا بلايك.